عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ حورية العجرود. النهاردة هنعمل مع بعض البرجر وسلطة الكولسلو وصوص الرانش. هنا معانا كيلو لحمة بلدي من عند الجزار، وجزار موثوق فيه، لازم تكون البرجر بتاعنا كده. معايا هنا بصلة مفرومة، بعتمد على البصلة دي مع البرجر، بتطعم البرجر جدا. ضربتها ونعمتها خالص وصفيتها من المية بتاعتها. معايا هنا بيضة، معايا معلقة ملح، معايا معلقة فلفل أسمر، ومعايا خلطة البرجر باكويين الباكو على نص كيلو لحمة. أنا معايا كيلو لحمة هحط الاتنين. معايا هنا بقسماط هاخد منه على قد ما اخد منه، على قد حاجتي. هنا معايا مية البصل في الآخر واحنا بنجهز البرجر. هتبله من قدام ومن فوق كده بمية الله. بينا نبدأ مع بعض البرجر ونجهزه مع بعض. هنا هنحط البصلة بتاعتنا، هنا هنحط البيضة، هنا هنحط باكل الخلطة بتاعت البرجر، هنا هنحط الملح بتاعنا والفلفل الأسمر. يلا هنبدأ بقى نعجن محتوياتنا كلها على بعضها. أنا مش هحط البقسماط دلوقتي إلا لما أشوف العجنة بتاعتي هتحتاج قد إيه. أنا كده كده هاخد البقسماط، بس لما أعجن أول أشبع اللحمة باللي أنا حطيته. طبعا أنا لسه بعجن فيها، الريحة تحفة. هنا بقى هضيف معلقتين كده كبار بقسماط على الكيلو. اعجن ولو احتجت تاني هحط. اهو ماشيه معايا العجينه ما شاء الله. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم بصراحه، لا ما شاء الله الريحه جميله. بتعتمد على اللحمه جميله، جزار مضمون، تاخدي بقى برجر 100 100. هنا هحتاج تاني معلقتين برضو. هنا انا عجنت اهو قدامكم العجينه ما شاء الله. هضيف بس معلقتين كمان من ميه البصل، بيخلي طعمها جميل. ما تنسوش ان انا حاطه 4 معالق بقسماط. وافضل بقى اعجن كده، اديها حقها بقى في العجين، يعني مثلا بتاع ربع ساعه تبقى قدامي ناعمه جدا. ان نجاح البرجر في في عجينه، ان احنا نفضل نديلها حقها كده في العجن. اللحمه تنعم وتاخد من البصل والبهارات، ما تبقاش بقى تفتل معانا ولا تفتح، يبقى القرص قرص سليم خالص. وهتشوفوه معايا وانا بجهزه. افضل بقى اعجن فيها كده كأني بعجن في عجين. هنا يا حبايبي انا نسيت احط الكاتشب، فمعانا الكاتشب اهو. هحط معلقتين كبار حطيتهم على العجينه بتاعتي، وهعجنها قدامكم عشان ما اكونش فوتت منكم اي حاجه. كده هشبع بيها المعلقتين الكاتشب، واروح لفاها بالاسترتش. هقعدها 4 ساعات. الوقت الساعه 9، يعني الساعه كده 2 او 1:30 كده اكون انا بقرص فيه ان شاء الله وياكم واجهزه.
انا خلصت عجينه اهو خلاص، لفيتها كلها وهلفها بالاسترتش واقفل عليها واحطها في التلاجة تقعد لي بقى ساعتين 3 كده 4، مش مشكله. كل ما بتقعد اكتر كل ما بتبقى ايه ما شاء الله حلوه. رجعنا لكم تاني بعد 4 ساعات. عجينة البرجر طلعتها قدامكم اهي. هقعد بقى ايه اشكلها في الغطا بتاعي اهو، ونرص في الطبق ونرجع ندخلها الفريزر ربع ساعة. انا عملت دول عشان ما اطولش عليكم، بس سبت هنا 3 همت عشان اقول لكم انا قطعتها وبجوفها كده زي القرص بالظبط، وابطط بقى بالراحة كده اهو على ايدي. انا حطيت في الغطا اهو معايا، بس الغطا ايه بتلزق فيه قوي، بتهبطني لما بقعد اخبط فيها وانزلها. طبعا لازم اجيب المبسم لان المبسم بيزقها بينزلها سهل اهو كده يا حبايبي اهو بالراحه خالص كده اهو اهو، واقفل كده الايه الفتحات دي كده كده اهو اهو، وارصها كده ايه في الطبق بتاعي. اجي على التانيه اهو كل ما كده ايه ابطط عليها الف ايدي وايه وصبعي يقفل. هي كانت في الغطا جميله بصراحه، انا عامله دول في الغطا وقعدت اخبط عشان ما صدعكوش. لا كده انا هوريكم ال3 دول اهو، ببططها بايدي وادورها كده عشان تبقى على قد القيصرايه. سهل سهل خالص، بس ان انا احطه في التلاجة واقعده 4 ساعات ريحته مش عايزه اقول لكم تحفه بجد. يعني كمان هو طري ريحته جميله، ما بال بقى ما يتسوى. ما شاء الله ما شاء الله، اكله سهله وخفيفه وجميله ومش مكلفه ولا حاجه. يلا يا حبايبي كده وانا خلصت اهوت اهو. هدخله بقى التلاجة اقعده فيها بس يعني 10 دقايق ربع ساعة واطلعه. رجعنا لكم تاني. انا كده بقى جبت الكولسلو معايا، الجزر ضربته في الكبة والكرنب ضربته برده في الكبة مع بعض اهوت، معايا المايونيز معايا السكر معايا الفلفل الاسمر، ذرة ملح صغيرة خالص اهي اتحطها مع الفلفل الاسمر. هنحط بقى الجزر على الكرنب. الكولسلو سهل جدا بطريقه سهله خالص مش صعب ولا حاجه اهو. ده على ده هنقلبه ناخد كده من تحت لفوق، نتقلب الاول مع بعضه اهو. احط المعلقتين 2 سكر وبعدين ارجع ادوق او 3، احط 3 ادي واحده ادي التانية لان معايا الايه الكولسلو كتير 3. هنا هحط برضو المايونيز واحد 2 3. واقلب بقى كله الاول. احط الفلفل الاسمر وذرة الملح واخدها تقليب، بعدين احطها في التلاجة اسيبها بقى نص ساعة ترشح مع بعضها وهنقدمها لكم مع الاكل.
حبايبي انا دقت الكولسلو، محتاج معلقتين كمان سكر، لان بقول لكم الكرنب والجزر معايا كتير، ومحتاج كمان معلقه مايونيز. وارجع اقلب تاني، اقلب قلب قلب كله في بعضه اهو. يلا كده بقى، هي ما شاء الله جميله وطعمها جميل وخفيفه كده بقى، مش محتاجه اي حاجه. اقلبها واحطها في التلاجة، هترشح بقى مع بعضها، الجزر مع الكرنب مع السكر والمايونيز اهو. ما شاء الله جميله خالص اهي، سهله خالص، ما خدتش مننا اي حاجه. ما شاء الله اهي، قلبت من تحت لفوق اهو، كله زي بعض. بس كده على التلاجة على طول. دلوقتي هنعمل مع بعض صوص الرانش. معانا مايونيز، هنحط كوبايه مايونيز، معانا كوبايه زبادي، معانا بقدونس وشبت معلقه ومعلقه. هنا معانا معلقه بودر توم، معلقه بودر بصل، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسمر. هنفرغ الوقت المايونيز قدامكم اهو. حطينا كوبايه المايونيز، هنفرغ عليها كوبايه الزبادي، نحط عليها البهارات بتاعتنا، هنحط الخضرة بتاعتنا، ونقلب قلب 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 كله مع بعض كده اهو. ريحته جميلة والطعم أدا صوص الرانش سهل خالص وجميل. اهو يا حبايبي، ناعم خالص اهو. كده خلصنا. طلعت البوتاجاز وحطيت الجريلا بتاعتي، طلعت انا اهو البرجر من الفريزر، وهبدأ احط معاكم اول واحدة كده اهو. وهدي عليه النار، معلهاش، يستوي براحته خالص قدامكم اهو. والنار وسط خالص اهي، عشان كده البرجر ياخد راحته خالص في السوا. طبعا مش هقلب خالص الا لما احس ان ايه الحمار طالع على الحوافي بتاعه البرجرايه، اروح انا قلبها، لا يتقطع ولا حاجه. هو مش هيتقطع ولا حاجه، بس انا ما احبش ايه الا لما الحمار كده يجي دايرن دايرن كده على البرجرايه. يلا بينا. هنا انا قلبت التلاتة اهو، ادي اهو، واقلب التانية اهي جنبهم اهو. ممكن احط برضو واحدة تانية اوسع لها مكان اهو. الريحة بتشهي ما شاء الله، الريحة جميلة بصراحة، لا الريحة تحفة. اعتمدوا الطريقة دي تحفة، وبرضو بنعتمد على الجزار النظيف، اهم حاجة الجزار النظيف. هنا بقى في نهاية الطاسة الأخيرة اهيت للبرجر، حطيت أنا هنا البصل يتكرمل مع البرجر عشان ياخد من صوص البرجر اللي نازل.
وبرده اهي اخلص البصل واحط مطرحه ايه الطماطم، اشويها برده ايه في صوص البرجر كده. ده بيدي طعم جميل جميل قوي للساندوتش. هنا انا طلعت البرجر اهو قدامكم، وهنا بكمل في الطبق التاني. هطلع دول كده بقى انا خلصت خالص اهوت، ونوضب بقى السندوتشات وياكم. هنا انا طلعت البصل مكرمل اهو من الجنب كده، حطيت طماطم برضو بقلب فيها اهوت ايه مطرح البرجر عشان ياخد من الصوص تاني، والطماطم نفس الحكايه. الريحه مش قادره اقول لكم في المطبخ عامله ايه. اتمنى والله ادوق الكل حبايبي اللي في السعوديه واللي في الكويت، بحييكم من عندي هنا. مطبخ حورية العجرودي بيحيي اخواتي وولاد عمي وعمام وحبايبي اللي في الكويت واللي في السعوديه واللي في مصر كلها وفي بلدنا وفي المنصوره. حبايبي اللي في المنصوره مش عايزه انسى حد، من كل البلاد، من الجزائر كله. اتمنى اقول اساميكم كلكم والله. هخلص وارجع لكم تاني. انا عملت صوص الباربيكيو على كاتشب على مسترد، وقلبته في بعضه اهو، وحطيت هنا على الايه الكايزر. هحط البرجرايه، احط الطماطم اللي انا شويتها قدامكم اهو، وعلى وشها البصل، هجهزه كده لحد ما اعمل ايه الوش التاني كده برضو اهو. هقفل الساندوتش كده واجهزه واحطه ايه في الطبق. هاجي على التانية انا عملتها هنا، احط البرجرايه، احط الطماطم، البصل، هجهزها برضو اهو. مش عايزه برضو اكتره لان انا حاطه تحت اهو. واقفل الساندوتش بتاعي كده اهو واحطه في الطبق. هاجي على التانية نفس الحكايه. هنا البرجرايه اهي، طماطم، البصل المكرمل ده بيدي طعم للسندوتش جميل. هثبتها هنا برضو اهي، وبرضو اعمل الوش اللي انا ايه هقفل عليه بيه. يا حبايبي، وهكمل دول بقى واخلصهم واوريكم في الاخر. يلا بينا حبايبي، احنا خلصنا كده السندوتشات بتاعتنا. هنا صوص الرانش، هنا الكولسلو. السندوتشات بتاعتنا الحاجه الساعه لازم تكون جنبيها. بألف هنا للي ياكل. ده غدانا النهارده. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، تعليقاتكم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله.